صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده عايزه اقول لكم انه لو اي حد فيكم شاطر في حاجه قوي ولقى زمايله او الناس اللي جنبه او الناس اللي معاه، لقيت زمايلك في الكلاس، لقيت زمايلك في الشغل، لقيت زمايلك في الجامعه، ايا كان المكان اللي انت فيه، ايا كان سنك ايه، بلاش تقفش عليه الغلطه وتحاول بقى تقعد تبين ان هو مش عارف او تتريق عليه او تتنمر عليه. بلاش نعمل كده، لان انت يعني حاجه بسيطه قوي. انت تفتكر في الاخر انه ربنا سبحانه وتعالى بيقول وما اوتيتم من العلم الا قليلا. يعني احنا مهما اتعلمنا ومهما وصلنا، حتى الناس اللي طلعت الفضاء، حتى الناس اللي اشتغلت في، حتى الناس اللي عندها اختراعات، برضو وما اوتيتم من العلم الا قليلا. يعني معلوماتنا في الاخر هي يعني بسيطة قد كده، كل اللي انت تعرفه هو قد كده، يعني ولا حاجة. فانت يا اما هتحاول تساعده، يا اما خلاص اذا مش عايز تساعد وعايز تحتفظ بمعلوماتك لنفسك، مع ان دي حاجة يعني البخل في المعلومات او دي حاجة مش هتعود عليك بأي نفع. بالعكس، لما تنشر معلومات، لما تساعد حد في حاجة، لما تعلم حد حاجة، دي بتعود لك يعني صدقة عن صدقة عن شغلك، صدقة عن علمك. انه لما تعلم حد حاجة دي بتفضل لك طول العمر، علم ينتفع به انت سايبه، بتاخد عليه حسنات طول الوقت حتى بعد وفاتك. فبلاش لما نلاقي حد عنده غلطة او في حاجة هو مش عارفها واحنا عارفينها، ان احنا نقعد نتريق عليه ونقلل منه ونشهر بيه ونقعد نحكي هنا ونحكي هنا ونحكي هنا، لان دي مش حاجة حلوة خالص. صباح الفل عليكم. يا ريت كل واحد فينا كده النهاردة لو يقدر يعلم حد جنبه حاجة هتقعد له ان شاء الله. باي باي.